السلام عليكم، ان شاء الله راكم تكونوا بخير وصحتكم لاباس. اليوم جبت لكم هذه الوصفه اللي بزاف هايله وراح تعجبكم ان شاء الله بزاف. هي فرماج منزلي اتارتيني كما راكم تشوفوا، من زوج شكاير تاع الحليب حتخرجوا تقريبا 1 كيلوغرام تاع لو فرماج اتارتيني. درتو لكم بالعاني في هذه الباطه اللي ترفد 800 غرام تاع لو فرماج باش تعرفوا بلي زوج شكاير حليب شحال يرفدوا لكم. شكاير الحليب اللي راني نهضر عليهم تاع 2005 هذوك الرخاص كامل، يعني شوفوا تخرجوا بهم العجب. راهو جاي رمضان، شدوا الوصفه عندكم باسكو حديروا بها البوراك، لي غراتان، لي صوص فروماجير، يعني ديروا بها حاله ميم دي تارتين هكا لولادكم يجوا بزاف بنان. وصدقوني البنه ولا جاتني سوا كيما تاع برا. تبعوا معايا الوصفه، ما تنساوش تشتركوا في القناه تاعنا وصفه دي زاد. وهيا نبداو. الحاجه الاولى اللي نبداو بها، تجيبوا قدره تكون شويه ثقيله. اذا ما كانش عندكم والو جيبوا لا كوكوت تاعكم، حطوا فيها يعني شكاير تاع الحليب. تقدروا تروحوا 4 شكاير تاع حليب داخل لا كوكوت. انا هنا حندير المقدار تاع زوج شكاير حليب، يعني زوج ريتلات حليب هما اللي راح ندير معاكم الوصفه تاع نهار اليوم للفورماج تاعنا تاع نهار اليوم. ندير زوج ريتلات حليب. انا هندو كانوا كونجليين يعني في الكونجيلاتور، راكم تشوفوا فيهم جامدين. اول حاجه اذا كانوا يعني لا كوكوت تاعكم ما رفدتهمش، تقدروا تحطوهم بجنب يعني حتى وين يذوبوا. كي تسيبوهم دابوا فرغوهم، ولا يعني كيما كنت انا هنا مزروبه دونك شوفوا بالموس قسمتهم ورحت حطيتهم يكملوا يذوبوا على النار. كي دابوا تمالي نبدا العمليه، يعني ما ديروا حتى حاجه قبل ما يذوب لكم الحليب تاعكم اذا كان كونجلي. انا هنا بعد ما داب تاعي دخلت صبعي، احسبوا 1 2 3 تلقاوه قرصكم يعني كان سخون. معناتها هذه هي لا طومبيراتور اكزاكت اللي راح ندير فيها الخل. نص فنجان خل، حتى ل4 مغارف كبار يسمى تاع الخل، خل احمر خل ابيض كيما حبيتوا. اذا ما كانش عندكم الخل تقدروا تستعملوا قارص. في هذه المرحله الحليب تاعنا ما راهو سخون بزاف، ما راهو دافي بزاف، ما راهو بارد، يسمى لا طومبيراتور. راني وريت لكم كيفاش ديروها. كي تسيبوه بدا يسخن دخلوا صباعكم برك وحسبوا 1 2 3. اذا يعني في النيميرو 3 حرقكم، معناتها هذيك هي لا طومبيراتور اللي نحطوا فيها الخل. راني نعاود معاكم. هنا نبقى نخلط غير بالعقل، ما نخليهش يغلي بزاف فوق النار. لو فات اللي يبدا يتشكل لي واحد التكتلات دكت يعني تشوفوا معايا. هنا كنت نخلط غير بالعقل، يخرجوا لي تكتلات شغل الرايب. هذه هي. هنا نبدا يعني نحبس نطفي النار. نقدر هنا نطفي النار ونخليه في غردو حتى وين يعني يتشكل لي بزاف، يعني خلاص ينفصل يولي عندي المصل تاع الحليب يكون لونه صفر يتقاعد من التحت ويطلع كامل. هذا الرغوه ولا هذه الزبده تولي كامل من الفوق. انا هنا في هذه المرحله نروح نجيب شاش ولا يعني قماش هكا يكون خفيف اللي يقدر انه يصفي لي الماء من التحت ويخلي لي هاد الزبده من الفوق. انا هنا كنت نصفي فيه في كسكس لتحت قدره باش يخرج لي من التحت الماء ومن الفوق يقعد لي هذيك الزبده اللي راني نحوس عليها. الزبده هذه هي اللي راح تخدم لي كلش، ونخدم معكم ان شاء الله بزاف وصفات بهذه الطريقه. المهم الوصفه تاعنا نهار اليوم تتطلب اننا يعني نصفيوه بهذه الطريقه، وما تتطلبش يعني نحطوه الليله كامله وهو هو يتقطر، ولا جوست اني نحطو نخليه يقطر في غردو. اذا كنتوا تقدروا تتحملوا السخونيه وتعصروه بهذه الطريقه بيديكم اعصروا، سينو ديروا في الكسكاس عبزوا بس بالاخر تاعكم بالغراف تاعكم. وهذا ما كان كيما درت انا هنا نحيت هذيك الزبده حطيتها هنا باسكو راح نرحيها. راكم تشوفوا هنا كانت سخونه بزاف، والمصل هو اللي راه يخرج لي هنا في القدره. حنخدم معكم دوكا واحد لا كريم هكا، اون كريم من المصل تاعي هذا تاع الماء تاع الحليب. ندي منه 2 كيسان كبار بهذه الطريقه، وندير معاه تقريبا 3 مغارف كبار تاع ممسوحين يعني تاع الفارينه بلوتو فوالا تاع الفارينه، ونحطهم على النار. هنا كنت درت معكم 3 مغارف تاع الفارينه، خلطتهم بهذه الطريقه. اذا شفتوا باللي دارت لكم لي غرومو هذوك الحبيبات هكا، استعملوا لو فوي. انا استعملت هنايا لو فوي دو بريفيرونس خير وخير. بشوفوا يعني هذه الطريقه يعني نوريها لكم باش تعرفوا باللي لو فوي حيساعدكم خير وخير على الخدمه تاعكم. هو شغل يصفي لكم. درت هنا مغرف صغيره او نص مغرف صغيره تاع لاسيد سيتريك. لاسيد سيتريك راني خدمتها معكم من قبل وتعرفوها بلي هو حمض الليمون، يتباع عند اللي يبيع لوازم الحلويات يخدموا به لي جو او ميم طون يعتبر كماده حافظه. هنايا قلت لكم لاسيد سيتريك ما تكونش ديكونسيي بور لو كور تاعنا اذا ما كناش درنا نسبه كبيره اللي تفوت يعني المقدار. انا درت هذه الكميه تاع نصف ملعقه تقريبا واحد 5 غرامات كي يدخلوا لو كور تاعنا ماشي اللي رايحين يأذي، ماشي اللي رايح يأذينا. دونك انا فرغت شويه من الخليط هذاك وهو سخون، وندير شويه من المصل ونبدا نخلط بلو بغا تاعي. اذا ما كانش عندكم لو بغا تقدروا تستعملوا بلوتو هذاك اللي نرحو به البصل وكامل مع 2 مغارف هكذا كبار شويه ماشي ممسوحين ماشي معمرين تاع الزبده دو بريفيرونس تكون بنينه، وتخلطوا كلش على ضربه.
يعني في أي ضرّاب يكون عندكم في الدار يساعدكم تخلطوا، شوفوا كيفاش تحصلت على النتيجة، يعني قوام متماسك. كي ندير هذاك الخط ما راحش يتشكل معايا ولا ما راحش يتلاقى هذاك الخط مع خوه. راكم تشوفوا الفرomاج تاعي هنا راهو بدا يبان، البنة تاعو هنايا يعني ماشي بنة تاع الفرomاج، مازال ما بان والو. كنت نوريكم برك تقريبا كيفاش راهو يعني يبان لا كريم لا تيكستور تاعو كيفاش تبان. انا هنايا ما ساعدتنيش يعني العمليه داخل في هاد لو ريسيبيون. دونك رحت باش نحطوه في العلبه تاعو باش نشوف تقريبا شحال يخرج لي المقدار تاع لو فرomاج اللي خدمته. لا خاطرش مازالت العملية يعني ما حبستش هنايا. شوفوا هنايا درت معكم هاد العلبة اللي ترفد تقريبا من لو فرomاج 800 غرام، تقريبا كيلو تاع الفرماج. شوفوا من زوج شكاير تاع الحليب ضميت تقريبا 800 غرام او تقريبا كيلو غرام واحد من لو فرomاج اتارتيني، يعني باش تشوفوا الكمية قدامكم كيفاش. هنا راح نكملوا العملية تاعنا. انا باش يجيني داخل الباطا يجيني خير كي نكون نخلط فيه، ما يكونش كيما في لو ريسيبيون محلول. درت 4 حبات كبار حتى ل5 حبات كبار تاع لو فرomاج يكون بورسيون. تقولوا لي دوكا حتخدمي فرماج والفرماج، نقول لكم اكيد لازم هاد العمليه ما راحش تخرجيها كيما سوا كيما يخدموها لنا ولو غو تاع لو فرomاج اي تو لو كان ما ديريش الفرماج. فهمتوا؟ دونك لازم انا هنايا ندير الفرماج باش نتحصل على هذاك لوغو. ما راحش ندير كميه كبيره او علبه كبيره تاع الفرماج، 5 حبات تاع فرماج ولا 4 حبات تاع فرماج ما يجوش كيما يعني بيدون تاع فرماج ولا علبه كبيره تاع 30,000 فرماج. راهم البنات خموا معايا، شوفوا تبعوا معايا مليح. سما زوج كاير حليب 5000، 3 حبات فرماج ولا 4 حبات فرماج نقولوا تقريبا شحال؟ راهي 6000 حتى ل 8000. يعني التقييم راهو قدامكم وقدام عينيكم. 3 مغارف، مغارف كبار تاع الفرينه شحال يجوا يا ربي 1000 راك. وانتم ديروا الحساب قدام عينيكم بلي راهو بدون تاع كيلو تقريبا جاب لكم بهذا 10000 تاع صرف. هذه هي. بعد دوكاتيك نغلقوا ونحطوا يعني في الفريجيدار. شوفوا القوام تاعو كيفاش يولي يزيد يتماسك ويولي كتر، يعني شاد روحو كتر من اللي كان. هذا هو القوام اللي راني وصلت ليه. دوك نخلطوا غير شويه بالمغرف كيما راكم تشوفوا. دوك تشوفوا معايا ونتحصل على هذيك لا تيكستور اللي راني حابتها. قلت لكم راهو جاي رمضان غير قارديو الوصفه باسكو صدقوني في البنه ما يختلف على البنه تاع المحلات. شويه تحسوا باللي مختلف في الملمس تاعو في لسانكم، شويه تلقاوه حرش ماشي حاجه بزاف ماشي غاف. سينو البنه حديروا به ان شاء الله تاني لي غراتان البوراك لي صوص فروماج كيما قلت لكم دي تارتين هكا لولادكم. اكو على بالكم واش راكم توكلوا ولادكم بيديكم باللي حاجه ما فيهاش مواد كيميائيه، على بالكم باللي ماشي حاجه اللي راح يعني تاديهم ولا. وتاني تخبيو شويه صرف في جيبكم بزوج كاير حليب 5000. شوفوا شحال تخرجوا. ما تنسوش تشتركوا في الحساب. سلام.